وحاوي يا وحاوي أيوه وكمان وحاوي فانوس وزينة رمضان. مين فينا من ساعة ما شاف الشوارع اتملت زينة وفوانيس وافتكر ذكرياته وهو صغير؟ عارفك انت اللي لميت فلوس الزينة وفي الاخر عملتها ب 3 جنيه، تلاقيك لميت قد كده. طب قول لي، ايه علاقة الفانوس بشهر رمضان؟ القصة بدأت في العصر الفاطمي في مصر. ايوه يا عم، في مصر. الفاطميين زمان كانوا أول ناس بيستخدموا الفوانيس، كانوا بيعلقوها في الشارع وفي نفس الوقت عشان تنور الطريق. يا سلام على الأجواء الرمضانية، كانوا بيخلوا كل الناس تحس بأجواء الاحتفال. يا سلام على صوت الزينة. بس انت تعرف ان الفوانيس زمان كان لها استعمالات تانية غير انها لعبه؟ انت تعرف بقى ان كانوا بيستخدموها كاشاره للخليفه الفاطمي يا عم عشان ينوروا له الطريق. يا عم دلوقتي عندنا قصتين عشان الفوانيس. في ناس بتقول ان الخليفه الفاطمي امر بتعليق الفوانيس دي عشان ينور الشوارع. القصه الثانيه بتقول ان الاطفال اتعلقوا بالفوانيس وبلعبها عشان اجواء رمضان بس، فارتبطت دي برمضان. لكن برغم كل ده بقى ان في حاجه مش هنختلف عليها، الفانوس يعني رمضان. اقول لك سر عن الفانوس، كان زمان اسمه قنديل تحت الربع، المكان الوحيد اللي كان مخصص لصناعه الفوانيس. عارف الفانوس ده ليه قصه؟ زمان كان بيتعمل من ازاز ومعدن على شكل الطراز الفاطمي. وعايز اقول لك ان بقى ده الشكل، مجرد ما اقول لك فانوس هو اللي هيجي في دماغك. فانوس ورمضان يعني مش فاضل غير الزينه. يا سلام على صوت الزينه. قول لي بقى، هي الزينه لها قصه؟ دي ليها قصه طبعا. طبعا المماليك ما يفوتهمش التاريخ. الفاطميين عملوا الفانوس، جم هم مسكوا في الزينه. الزينه زمان كانت بتتعمل من شويه قماش ملون، يجيبوا شويه قماش يلونوه يقصقصوه. ما كانش فيه بقى زي دلوقتي انا صاحب اكبر زينه في مصر. عارف ان الموضوع ما وقفش بس في مصر، الموضوع انتشر في معظم الدول الاسلاميه. رمضان يعني زينه وفوانيس، ودي مش ترند هيجي ويختفي، دي حاجه بقت مرتبطه بشهر رمضان. فاكرين اول فلوس جبتوه كان شكله عامل ازاي؟ كل سنه وانتم طيبين، وده كان افتتاح سيزون رمضان، حكايات رمضان واشهر الحاجات اللي موجوده.